يقول الناظم الأمري تذكر زمان كان فيه الطيب يذكر، وذاك المجتمع ما فيه منكر وكل كان. يقول الناظم الأمري تذكر زمان كان فيه الطيب يذكر، وذاك المجتمع ما فيه منكر وكل كان مشغول بحاله. عسى الله يسقي أيام البساطة زمان ما تلوث بالوساطة، وكان الجار بجار ارتباطه، وكان الوصل ممدوده حباله، وكانوا في منافعهم سوية إذا نادوا بعضهم ما تعيا، ولا من قيل هيا قال هيا على درب المكارم والجماله. وكان الشخص يسمع قول عمه إذا ناداه حالا راح يمه، يلبي لو طلب روحه ودمه، وهذا سلم رواد الشكاله. عسى الله يسقي أيام البساطة زمان ما تلوث بالوساطة، وكان الجار بجار ارتباطه، وكان الوصل ممدوده حباله. نهار العيد يلتم الجماعة على ضحك وسواليف وطاعة، وزاروا بعضهم في نصف ساعة ولو ما يشربون إلا بياله. وكان الغيث ينزل كل ليلة نرى المطلع علينا سلسلة، وصارت الأرض الخضرة جميلة وشكل العشب من شفه سعاله. عسى الله يسقي أيام البساطة زمان ما تلوث بالوساطة، وكان الجار بجار ارتباطه، وكان الوصل ممدوده حباله. وهذه كانت أحوال القدامى إذا استسقوا طلوا بلا الغمامى، عليهم يا عرب مني سلامة عدد من يذكر الله بابتهاله. وفي هذا الزمن قل التراحم بعد ذاك التواصي والتلاحم، على العصيان يا كثر التزاحم إذا قفى شر جا شر بداله. عسى الله يسقي أيام البساطة زمان ما تلوث بالوساطة، وكان الجار بجار ارتباطه، وكان الوصل ممدوده حباله. كثير الناس يهوون التقاطع بعد ما كان نجم الوصل ساطع، بار السيف الحسد مسلول قاطع، كثير من هجر عمه وخاله. ويا كم واحد يحسد قريبه على شانه تغانى يا مصيبه، ما وده اخوه يتهنى نصيبه تشوفه ينتظر ساعة زواله. عسى الله يسقي أيام البساطة زمان ما تلوث بالوساطة، وكان الجار بجار ارتباطه، وكان الوصل ممدوده حباله. وحنا في زمان وضعه الشر تغلب في طباعه داعي الشر، قليل ما تجد لك كلمة بشر فقدها الرجل حتى في عياله. نصلي في السنة 20 مرة للاستسقاء ولا هلي قطرة، بلانا من معاصي مستمرة ترد الخير عنا بأي حاله. عسى الله يسقي أيام البساطة زمان ما تلوث بالوساطة، وكان الجار بجار ارتباطه، وكان الوصل ممدوده حباله. ختاما يا رجاجيل اسمحوا لي، فأنا وضحت مما شفت حولي،
وكان اخطيتكم ووضحوا لي، فانا شاعر قصيد راس مالا. عسى الله يسقي ايام البساطه زمان ما تلوث بالوساطه، وكان الجار بالجار ارتباطه، وكان الوصل ممدوده حبالا.